اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم آية من يوميات آية، ودي قناتي. النهاردة يا حبايب فيديونا مختلف خالص، ويلا بينا كده نشوف العظمة في أول الفيديو ده عملناها ازاي. معايا هنا 3 بيضات، عظمة عظمة يعني. طبعا انتوا عارفين الحاجة دي بنشتريها بالغالي من بره. طبعا النهاردة هعمل لكم القشطوطة بالكيكة السفنجية كده، هشة وجميلة، وهتشوفوا لونها كده بعد ما يستوي أبيض ومفتح، لونها فاتح كده وجميل، وهتعجبكم قوي بصراحة. وانتوا اللي هتحكموا بقى، انا مش هقول حاجة، انتوا اللي هتحكموا. انا دقت، ناقص انتوا بقى تدوقوا وتحكموا. انا مش هقول حاجة لما تحكموا. انا عليا اقول لكم المقادير والوصف بس. انا حطيت 3 من حبات البيض، معايا فانيليا، معايا خل، معايا نص كوبايه، ربع كوبايه ميه. لو كيلو نص كوبايه ميه. انا معايا نص كيلو من الدقيق سبونج بتاع الطرط والكيك. وممكن تعملوها بكيكه اسفنجيه عادي في البيت يعني، بس انا حبيت اعملها لكم بالدقيق بتاع التورته، عشان طبعا هنشوف ايه الجمال بقى اللي احنا بنجيبها من بره القطعه ب40 جنيه و45 جنيه. احنا هنعملها بقى مش هتكلفنا يعني 60 جنيه او 50 جنيه بالكتير يعني. فهتشوفوا معايا دلوقتي. حطيت 3 بيضات طبعا، والمعلقه اللي انتوا شفتوها دي طبعا دي محسن كيك جيل. ده اسمه محسن كيك جيل، بيتجاب من عند العطار، رخيص جدا يعني. بتحطي عليه نص معلقه شاي صغيره كده زي ما انت شايفه، والكيلو عليه معلقه. ونزلت بالدقيق طبعا، وهضرب لحد الخليط قوامه ما يبقى قوام الكريم شانتيه بالظبط. يعني هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. شايفين القوام كريم شانتيه. بصراحة يعني لحد القوام ده ما يوصل معايا، لا باين في بيض بقى ولا اي حاجة. كأنه كريم شانتيه كده. فانا هنزل بيه طبعا. معايا صينية كده متربعة، ومتهيألي 22، وحط لها ورقة زبدة، ونزلت بالخليط وحطيتها في الفرن. قلت بقى على بال ما تخرج من الفرن احنا نعمل كريم شانتيه مع بعضنا كده، ونشوف ونحطه في التلاجة يمسك نفسه كده حب معايا ولا ايه. لو وصلت لحد هنا للفيديو، متنسوش تعملوا لايك وشير وتشيروا القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. حطيت طبعا 2 من الباكيت كريم شانتيه، انا جايباه جاهز بصراحة، ممكن تجيبيه خام من عند العطار عادي. وكوباية لبن على كام مكعب تلج كده، وضربتهم زي قوام ما تقل كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنزل بحبة من الكريمة اللبانة تعزز الطعم. بس ما هي مش موجودة مش مشكلة، بلاش منها، احنا اتعودنا مفيش مشاكل، مش هنقف على حاجة. هضربه لحد الخليط كده ما يتقل معايا. شايفين انا بقلبه لكم اهو، هو ماسك نفسه. بعد كده طبعا الصينيه انا طلعتها بعد ما طلعتها من الفرن حبايب قلبي، انا اختبرتها بخله كده طبعا زي ما انتوا شفتوها طالعه نظيفه. فهشيل بقى الوش اللي فوق ده، عشان طبعا إيه تتفتح المسامي هو الخليط اللي انا هسقيه بيه الكيكه طبعا يدخل في قلب الكيكه كده، ويبقى كلها طبعا بتبص كده، بتبص لحليب كده. فانا قشرتها بقى وقلبتها وقشرتها زي ما انتم شايفين. شلت الطبقه اللي هي اللي ناشفه اللي فوق. حطيت كوبايه لبن، معايا كوبايه صغيره من لبن البودره، معايا كريمه لباني. هحط كمان شويه كريمه لباني، ده بطعم بعززها بصراحه، بيخلي طعمها تحفه. بصراحه انا دقتها جميله جميله تحفه بصراحه، جربوها مش هتندموا. حطيت حبه كريمه لباني كده، وهفضل اقلب مش هحط سكر ولا اي حاجه طبعا، وهفضل اقلب. طبعا انتوا شايفين الحاجات دي طبعا من الكريمه اللباني اللي انا حطيتها بصراحه يعني جميله. وفضيت الخليط فيها وشربت الخليط بقى طبعا بعد ما سبتها في التلاجة ساعتين. بردت خالص، ما ينفعش احط عليها كريم شانتيه ولا الحليب اللي انا بسقيه بيها ده خالص يا وسخنه. طبعا ممكن تسقوها بحليب مكثف محلى. ممكن تحطوها حليب بس عادي ومعلقتين سكر عليه، اي اللي يعجبك، ما توقفيش على حاجه اللي عندك اعملي، وهتطلع معاكي عظمه، هتطلع معاكي عظمه برضه. انتي ملكه في مطبخك. وانا بصراحه بحب المطبخ قوي قوي بصراحه، وبحب اعمل فيه اختراعات كده واخترع فيه. طول ما انا قاعده كده احب اخترع كده واطلع، ونطلع الموهبة بتاعتنا طبعا كده في المطبخ. وكلنا طبعا اي ست كلنا بنحب المطبخ. فانت ملكة في مطبخك، اخترعي بقى ومرة حاجة تطلع منك، مرة تطلع حلوة، مرة تطلع وحشة، جربي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، هغطيها بقى بالكريم شانتيه كلها واسويها زي ما انتوا شايفين كده.
افضل اساوي فيها لحد ما تتغطى. انا لقيت الصينيه، طبعا انا معايا صينيه من اللي كنت عامله في الصينيه المفتوحه دي، فلقيت فيها السوائل بقى خلاص هتقع، هتدلق في الارض، فنقلتها في صينيه ألمونيا مقفوله بقى زي ما انتوا شايفين. وهقسمها على كام حته، على 9 باين، هي اللي 9 حتت و7 8 حاجه زي كده. شايفين العظمه، شايفين الحته طالعه بقى زي ما انتوا شايفين كده. مرضيتش والله العظيم افصل الفيديو ولا اسرعه عشان تشوفوا العظمه بنفسكم بصراحه. شايفين الحليب في قلب الصينيه ببص ازاي منها. شايفين بصراحه حاجه عظمه، حاجه عظمه وحاجه تحفه. جربوها والله مش هتندموا. ومش لازم مش لازم يعني تحطوا النكهات اللي انا حطاها، طبعا النوتيلا والكلام ده. اي حاجه عندك ممكن تعمليها بفاكهه، ممكن تعمليها بفاكهه، او انا هعمل معاكم نوع بفاكهه. ممكن لو عندك فاكهة فراولة موز مانجا اعمليها بفاكهة. ممكن تخليها كده حلو والله العظيم، تحطي عليها تعملي صوص الكراميل ده. في يوم هنعمله مع بعض كده، نعمله بيتي كده جميل، هنعمله مع بعض. بس انا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو بقى، فانا كان عندي كراميل جاهز بصراحة فحطيته عليها. شايفين انا حطيت واحدة نوتيلا وواحدة لوتس، دي زبدة اللوتس يا جماعة كلنا عارفينها. حطيت طبعا زي ما انتوا شايفين بشكل عشوائي عادي، مش لازم. لو هي بصراحة هي بتتكلم عن نفسها كده صراحة. عملت واحدة بالمانجا وواحدة بالكراميل وواحدة بصوص التوت كده. وشايفين العظمة، واتمنى شايفين بوريكم الحليب ببظ منها ازاي. واتمنى يا حبايب قلبي ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى منكم لايك وشير، وفضلا ليس امرا، وتشيروا القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. وجربوها يا حبايب قلبي ومش هتندموا. اي سؤال او اي استفسار اكتبولي في الكومنتات وانا مش هبخل عليكم بالرد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوف وشكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب تكونوا بخير دايما.